السؤال بقى، هو احنا عايشين في عالم حقيقي اصلا؟ هو دي من اكتر الحاجات اللي بقيت بشوفها دلوقتي. هو احنا عايشين في عالم حقيقي؟ يعني احنا ممكن نكون سوفت وير او شخصيات في لعبة او ايا كان بقى من نظريات ومؤامرات وحاجات كتير. وفي ناس بتتقسم دلوقتي ان هم سوفت وير طيب بروجرامز عادية، وفي ناس بقت تتقسم ان هم ايه، فيروس. يعني معرفش الفيروس ده شكله عامل ازاي. المهم يعني هو الفكرة كلها ان انت حتى لو انت بتسوق ان انت مثلا في عالم مش حقيقي او في لعبة او في جيم او في ايا كان، فانت تخيل نفسك شخصية في عالم افتراضي، وشخصية حزينة وشخصية فاشلة وشخصية بتشير ستوريز اغاني حزينة وانا لوحدي على واتساب. هو الموضوع باختصار ان الناس عشان اللي حصل مش عاجبهم او مش واخدين اللي هم عايزينه، او حاسين ان هم في المكان الغلط، لما بييأسوا وبيزهقوا كده بيبدأوا يطلعوا العيب بتاع السيستم. او لو في سيستم اصلا، يعني مثلا انت في حاجات كتير كنت عايزها وما حصلتش، فبتبدأ تقول لا، هو اصل ما فيش اله للعالم ده. ما فيش، هو العالم ما فيهوش آلهة. وده بيبقى من جواك قوي في حتة ايه، انك عايز تهرب من منظومة الثواب والعقاب، اللي هو انا هعك وكل حاجة وكده كده ايه، ما فيش اله اصلا. او نقطة تانية بتاعت ايه، ان هي مش ماشيه معايا عشان احنا يعني ما عندناش هو سيستم وما عندناش حريه اختيار. رغم ان هو فعلا لو احنا في سوفت وير او في جيم او في ايا كان، انت هيكون الخطوات بتاعت ان انت تكون احسن هي اوضح بكتير. لان خلاص هو الالت انتر بتكبر الشاشه فول سكرين وسبيس بمسافه، والاوامر واضحه وصريحه، ولو عملتها حتى في المنظومه الفيك دي انت هتكون احسن يعني. خلاصة الكلام، آه الافكار اللي بتتسوق ان احنا في جيم او في عالم ملوش خالق او في كلام فارغ من ده، هو فعلا كلام فارغ. فالفكرة كلها في ايه، ان انت حاول تتقبل كونك بقى شخص في عالم او شخص في لعبة او برنامج او ابلكيشن في مصفوفة. حاول تتقبل وده الوضع، وحاول حتى الوضع ده ايه، تكون في احسن حالة فيه. لان الشكوى وكلام ان احنا مش حقيقيين وفيروسات والكلام ده كلام برضو هيخليك برضو ستيل زعلان ومتضايق، وحتى وانت شخصية في لعبة شخصية حزينة، فاهم؟ بس ده اللي انا عايز اقوله يعني. ومتنسوش بقى تعملوا فولو وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وسلام.